السلام عليكم. اليوم مع مطبخ أم خلود جبت لكم الأكلة السهلة السريعة اللي في 5 دقائق توجديها وتجي مفرمجة ومع واحد لاصوص ما شاء الله. أكيد أكيد ما غاديش تندمي إلا تبعتي الفيديو حتى التالي. اقعدوا معايا حتى تشوفوا معنا الوصفة كيفاش حضرنا اليوم هاد لي سوفلي تاع الدجاج. بهاد الصلصة بيضاء تجي من اروع ما يكون. نتوما تقدروا ديروها مع طاجين زيتون ولا طاجين جلبان ولا لوبيا ماشطو ولا يعني اي طاجين تبغوه ولا غير بالحميصه وتجي شباب. انا اليوم فضلت نديرها معاكم غير بصوص بلونش ويجي من اروع ما يكون. عندي هنايا نص صدر تاع الدجاج، نص صدر دجاج قطعته كيما هكا مربعات وريحان طحناه في الاشوار. وقبل ما نطحناه ندير له واحد الاضافات، نعطروه اولا بليزي بيس لانه الدجاج يبغي التتبيله باش يجينا بنين ماشي كما اللحم. هنا عندي كمون، فلفل كحل، عندي فلفله حمراء، عندي كركم، سكنجبير، الملح وكيري دجاج او توابل الدجاج. نديرهم هنايا مع الدجاج تاعي. نزيد لهم هنايا مغرف صغيره تاع لا موطارد تاني تعطينا بنه هايله للدجاج تاعنا. يعني نتمنى تجربوا لي الدجاج بهذه التتبيله وبهاد المقادير وشوفوا البنه كيفاش رايحه تجيكم. نزيدوا لها هنايا شويه تاع معدنوس، نقطعوا هكا الى قطع صغيره لانه يعني ما يهمش لانه كلش رايح يترحى. نضيفوا له هنايا لا شابلور، انا عندي هنايا درت لها 3 مغارف كبار تاع لا شابلور. نتوما ضيفوا لا شابلور على حسب الدجاج اللي يكون عندكم. انا درت 3 مغارف كبار في نص صدر دجاج. عندي هنايا مغرف كبيره تاع الخل المهمه تاعه يخلي لي الدجاج تاعي طري. وعندي تاني 2 مغارف كبار تاع الزيت، بما انه الدجاج تاعي يعني تاع الصدر كما تعرفوا الصدر يجي ناشف ماشي كما الافخاد ولا. الوغ لازم نديروا له شويه تاع ليدام باش ما يجيناش ناشف. وهادو هما التوابل. انا كنت نسيت الثوم، يعني نتوما تقدروا هنا ديروا فص تاع الثوم او فصين. انا حتى في الاخير حتى من طحنت الدجاج تاعي تفكرت باللي خاصني الثوم. رحت جبت له سنه تاع الثوم ورابيتها. هنا بعد ما طحنت كلش درت كلش في ريسيبيون هكا. كما قلت لكم كنت نسيت الثوم في الاول باش نطحنه معاه، درته رابيته هنايا في هذه المرحله. انتم الا تفكرتوا ديروه في الاول. نخلطوا كلش مع بعض، يعني ندخلوا هذا الثوم في الدجاج تاعنا، ندخلوا مليح الثوم في الدجاج تاعنا ويولي الدجاج تاعنا واجد. هنا نعاونوا روحنا بصاشي عادي، يعني قطعه تاع بلاستيك ندهنوها بشويه تاع زيت باش نضمن باللي ما غاديش يلصق لي. ونزيد ندير قطره تاع الزيت في يدي هكا باش ما يلصقناش في يدينا الدجاج تاعنا من نكونوا نخدموا فيه. ندو كره من هذا الخليط تاعنا من الدجاج تاعنا اللي كنا خدمناه ونسيو كيفاش نفتحوه على شكل دائري، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين. هنا بعد ما فتحته على شكل دائرة جبت هنايا الجبن هنا اللي يكون عندك مثلثات ولا جبن ابيض ولا جبن مبشور ولا هذا تاع لي ساندويتش اللي يكون عندك استعمليه. انا كان عندي هذا تاع لي ساندويتش وكان عندي تاني جبن طري او جبن ابيض. يعني درت هذه شويه من هذا ودرت شويه من الجبن الابيض تاني. يعني هادو صراحه في زوج يدوبوا كي هذا تاع ساندويتش كي هذا الجبن الابيض وعطاوني نتيجه رائعه. يعني بعد ما طاب وتقلى وكملت كي تفتحي الحبه تلقاي هكاك الجبن دايب وحنا هذاك ما نبغى. ونعاودو نغلقوه على يعني نص دائره نديروها مع النص اللي فوقها كما شفتوني، ونغلقوا الحبه تاعنا هكاك في الجوانب باش نتاكدوا باللي الفرماج تاعنا ما غاديش يخرج لنا في القلي من نقلوه. وخلاص يعني الحبه تاعي راهي واجده. تقدروا تقلوهم مباشره كيما تقدروا تخلوهم شويه في الفريجيدير نص ساعه ولا ساعه، انت والوقت اللي يكون عندك يعني يحكموا رواحهم مليح وتقلوه.
قبل ما تقلوهم تقدروا تقلوهم مباشرة كيما راهم، كيما تقدروا عفوا ترمدوهم في الفرينة ومن بعد في البيض ومن بعد في لاشابليغ وتقلوهم. انا يعني مرة ندير هاك ومرة ندير هاك. اليوم فضلت نقليهم مباشرة، يعني كيما شفتوا معايا خليتهم بردوا واحد الساعة هكاك في الفريجيدار، من بعد جبدتهم وقليتهم مباشرة كيما راكم تشوفوا. نديروا زيت سخن ونديروهم يتقلاو. كي تتحمر الجهه التحتانيه نقلبوهم على الجهه الثانيه، نحمروهم من الجهتين ونقلعوهم. يعني ولا اسهل اكله سهله سريعه في 5 دقائق توجديها. هنا في نفس المقلاة اللي غلينا فيهم السوفلي تاعنا نجو نديرو لاصوص بلونش تاعنا. كانت عندي هنايا حبه بصل متوسطه، قطعتها الى قطع رقيقه ودرتها في الزيت اللي طابلي فيه لي سوفلي. اكيد نقصوا شويه زيت، نخلو غير شويه ونخلو البصل تاعنا حتى يدبل معانا تماما، حتى يتكرمل. نضيفوا له هنايا شويه تاع لا كريم فريش. انا درت شويه تاع لا كريم فريش وكنت زدت لها شويه تاع الحليب فقط، يعني ماشي حاجه، واحد 4 كاس فقط تاع الحليب. زدت لها هنايا 4 كاس تاع الحليب تجي ثقيله. كيما تعرفوا لا كريم فريش تجي يعني ثقيله، وانا ما حبيتش لاصوص تاعي تجيني ثقيله بزاف، حبيت نخففها بهذاك الحليب. بعد ما غلات لي وخدات لي الغليه جبن ابيض يعني طري، درت 2 مغارف منه. نتوما ديروا جبن ابيض تاع البيدو ولا تاع الميزان ولا اللي كان عندكم، ولا جبن مبشور ولا الجبن يزيد لها بنه. خلط مليح هذاك الجبن، سيت كيفاش ندوبه في هذيك لاصوص. ومن بعد نزيد لها هنا الا عندكم شامبينيون زيدوا شامبينيون. انا ما كاش عندي شامبينيون، ضفت لها الزيتون. نتوما الا كان عندكم شامبينيون ديروا شامبينيون مع الزيتون، ولا ديروا زيتون وحده ولا شامبينيون وحده، يعني واش كاين متواجد عندكم. هنايا زدت لها شويه تاع معدنوس مقطع، نقطعوه تاني رقيق، نضيفوه لاصوص تاعنا، نخلطوها شويه. والتوابل ماشي حاجه، يعني فقط فلفل اسود وملح، هذا ما كان. هنا اللي حاب يزيد الكركم يزيده، يعني الا حبيتوا لاصوص تاعكم تجيكم صفراء زيدوا لها شويه تاع كركم للون. انا حبيتها تقعد هكاك بيضه، يعني صلصه بيضاء وخلاص. تغلي لنا غليه ونطفوا عليها. هنا لاصوص تاعي راهي واجده، لي سوفلي تاعي راهم واجدين. ندير يعني في كل نص تاع سوفلي ندير مغرف تاع لاصوص وندير تاني في الوسط. وانتم اللي يبقى لكم ديروه في حاجه هكا بول صغير ولا حاجه، باش اللي خصه ولا اللي حب يزيد من هذاك البول، يزيد شويه تاع لاصوص. هذه هي. والطبق تاعنا راه واجد. انا كنت زينتها بشويه فقط تاع معدنوس من الفوق كتزيين بسيط، ويجي من اروع ما يكون. يجي بنين، يجي يشهي. ان شاء الله شهيتكم في الجنه. ويعني وصفة تصلح للضيوف، تصلح لرمضان المبارك، تصلح المناسبات، تصلح حتى للأيام العادية، والواحد ياكل حاجة مليحة وعلاش لا. شوفوا فتحت لكم هنايا حبة باش تشوفوها كيفاش جاتنا من الداخل. تجينا مفرمجة وطرية، يعني تجي ما شاء الله. ننصحكم تجربوا هذه الوصفة. ومع السلامة، وإن شاء الله تدعموني بالجيم والكومنتار والاشتراك في القناة.